الحقيقة هي ما يلي: الريع، معشر الإخوة المحترمين، السيد الرئيس، السادة النواب المحترمين، السيدات النائبات المحترمات، الريع طريقة في الحكم. كلكم تعرفون أن المرحلة السابقة لما عرفت أزمات سياسية منذ بداية الاستقلال استعمل الريع كوسيلة لاستقطاب أشخاص ليساهموا في الحكم. وأذكركم بالأخ زيد المحترم بما صرح به الأستاذ محمد بوزوبع وزيركم في العدل السابق رحمه الله، لما قال في برنامج تلفزيوني، قال أن الحسن الثاني رحمه الله لما استقبل الطلبة في إفراد، كانوا داروا المؤتمر ديالهم في أزرو في عام 61، وعرضوا عليه التوصيات ديالهم، قال لهم هذا الشيء مزيان، قال لهم دابا الوطنيين انا صفت لهم يجيو يكونوا الحكومه، الا جاوا مزيان، الا ما جاوش ما غنحكمش بوحدي. الناس اللي غنجيب يحكموا غيأسسوا مصالح، ما يجي تا واحد يلومني الا دافع عليها. هذا الذي وقع اليوم. الا بغينا نديروا انطلاقه جديده خص يكون فينا الوضوح والصراحه مع الاجيال اللي جايه. اليوم السي زايدي خص تعرف واحد القضيه، انا تفاجأت بانه الكلمات ديالي اللي كنت كنعمل اثناء الحمله في المرحله الاولى فاش كانت القضيه ديال 20 فبراير وخديت فيها ذاك الموقف المعروف، ومن بعد ملي جا الدستور، ومن بعد ملي جات الحمله الانتخابيه، ومن بعد نقص داك الشيء شويه طبعا لما عين جالس الملك، ولكن بقات شي فرق. شكون اللي كيتبع لي؟ كيتبعوني الشباب، وبزاف منهم اللي قاريين في البعثه، يقولوا لوالديهم يجوا تسمعوا السي مكيران اش تيقول، كيكتشفوا اشياء اللي انت عاديه بالنسبه لك السي زيدي عشتيها واحد الحزب تاريخي عاش، ولكن هو ما عارفهاش، وكيشوفوا هذا الشيء باش ننطلقوا للمستقبل ويوليوا المغاربه مرتاحين في هذه البلاد، وكيشعروا باللي البرلمان ديالهم، وباللي انا وياك باللي كنتكلموا كنناقشوا المشاكل الحقيقيه، خاصهم يعرفوا التاريخ ديالنا. التاريخ ديالنا هذا الشيء اللي فيه اللي عطى الله هو هذا. الريع تأسس وخلال 50 سنة وجاب الله، أنا غنقول لك عندي واحد الملاحظة ود السي زيد، جاب الله أنه الحمد لله ما حكمناش حزب وحيد، وإلا كون وقع لنا بحال تونس، وما حكمناش الجيش، وما حكمتناش قبيلة. عندنا ملك الملك ديالو تيقوم من هذه 4 ديال القرون على التحكيم، وإذن كل شيء هو محتاج لكل شيء الأطراف، وكل شيء الأطراف محتاجة ليه، ويعيد التوازن إلى المجتمع لا ريغولاسيون. وإلا كون رحنا وصلنا لشي مسائل ماشي مزيانة. داك الشيء علاش باللي جانا داك الشيء ديال الربيع العربي كيف كنقول جا سخن هذاك القدر، وإني ما حرقوش الحمد لله. لكن هذا الريع اللي دام هذه 50 سنة ماشي بشكل مستمر. كانوا وزراء ممتازين، كانوا رؤساء وزراء أولين ممتازين، كانت حكومات جيدة، كان هكذا وهكذا، ولكن الريع تأسس، والريع ملي كيتأسس كيدافع على راسه، لأنه ملي كتخرج انت السي الزايدي من بوزنيقة وتجي حتى لهنا باش تصور ذاك المنضة ديال راس الشهر، هو راه كيربحها في تليفون أو في توقيع، أو يربح أكثر منها، وفي بعض الأحيان في يوم واحد يربح ما جمعته في عمرك كله إن كنت قد جمعت شيئا. هادو لا يمكن لعبد الإله بن كيران أن ينزع منهم كافة مصالحهم، لأنه بعد خصو الوقت غير باش يعرف لي كونتور دو كوا ساجيتيل، وكيفاش غادي تدير، وكيفاش
انا نقول لك السيدي، انت دابا الا جيتي الاداره ولقيتي شي واحد ما تيخدمش مزيان وبغيتي تقول هذا ما تيخدمش مزيان خصو يمشي، ما يمكنلكش تجي وتقول له سير بحال، ما يمكنلكش، خاصك واحد العدد ديال الامور. هذه هي الاداره المغربيه. اذا هنالك اشكاليات. الان علاش نشرنا اللائحه ديال 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 المأذونيات، يعني بين قوسين الكريمات؟ انا اللي قلت للسي رباح نشرها. علاش؟ انا كنشوف في التلفزيون القلايبه نيضه على نشر اللوائح. قال لك سيدي نشروا. فهمت واحد القضيه، ان المواطن المغربي كيتصور ان انت الا ما بغيتيش تنشر معنى ذلك انك تخفي عنه حقيقه. لماذا ساخفي هذه الحقيقه؟ اذا كان شي واحد كياخذ مأذونيه وتياخذ واحد المقابل، على الاقل يتحمل المسؤوليه، يعرفوها المغاربه، ما فيها عيب، ما كيسرقش. علاش؟ لانه هذوك اللي كياخذ اللي عندهم الكريمات كاين فيهم اللي محتاج، كاين فيهم اللي يعني اما جلاله الملك ولا وزير النقل ولا ما نعرف شكون، كيلقى انسانه مسكينه. وانا هادشي تنعرفو، تنعاود لك اشياء تنعرفها، وتيدير وديك الساعات الكريمات معمول بها وكيعطيها باش تتعيش. هذيك مالها، شنو هو مشكلتها؟ كاين ناس اخرين اللي قدموا خدمات للوطن، منهم فنانين، منهم علماء، منهم يعني اشخاص، نعم، رياضيين وغيرهم. فهمتيني ولا لا؟ هذوك شي مرات واش يعجبك الحال تخرج تلقى واحد الفنان كيمد يدو في الزرقاء باش يعيش؟ كان هذاك الشيء معمول به، خداو حرام، عيب، او لا عالم او لا رياضي، وهذا الشيء راه وقع، خصك تعرف باللي وقع. كاين اللي ما عرفش يطلب ولا وقع هذا الشيء، كيتعطى لهم حتى هما باش يعيشوا بهذه الطريقه دي. وكاين ناس سياسيين، ولكن حتى هما سياسيين ظروفهم تلات بهم. في الاخير شكون هو المشكل؟ المشكل هو لان علاش ملي كيكون كيدوز هذا الشيء بطرق غير معروفه عند المجتمع، اش تيوقع؟ كتفتح الباب باش يدوزوا وحدين اخرين. لو كانوا كيكونوا غير الناس اللي محتاجين والفنانين والعلماء والرياضيين والناس اللي قدموا شي حاجه بحال هكذا، كلنا غنصفقوا. واني كاين شي مخلوقات الله كيعرفوا يدوزوا لذاك الشيء، وهذاك ما كتلقاش عنده كريمه، كتلقى عنده 4 5، تقدر تلقى عنده حتى 16 ولا 17. هادوك ما يمكنش. طيب ارنا دابا جيتي انا قلت لك سير رباح نشرهم، ربما انا ما ننساش واحد المساله، حنا ملي نشرناهم ناض صداع. بعض الاخوان ديالنا حتى في الاغلبيه ديالنا عيبوا علينا، وانتوما عيبتيو علينا، والاخرين عيبوا علينا. قلنا اذا هاد غير بشويه حتى قال لك الاخ هو دابا كيتكلم، قال ودي التشهير، حنا حاشا لله واش بغينا نشهروا. الله يهديك السي شبعت، ورانا عارف اش كنقول. فحنايا يعني من بعد قلنا جاتني اللائحه الاخرى ديال مقالع الرمال، واش غير نجيو نشرها ولا؟ قلنا بلاتي غنديروا واحد القضيه، نوجدوا كيفاش غنديروا نعالجوا هذه المشاكل كلها. الا مثلا بغينا نحيدوا الكريمات ديال النقل الطرقي، تيخصك دوك اللي ما عندهمش شنو غتعطيهم بالمقابل؟ ما يمكنلكش واحد الانسان. وتيخصك هذوك الفنانه ودوك الناس اللي قدموا خدمات للبلاد. فهمتيني ولا؟ انا سمحوا لي غادي نذكر بواحد الفنان كنظن انه محتاج، هو عبد الرؤوف. انا عبد الرؤوف ملي كنت صغير ضحكني حتى شبعت، ونقول لكم باقي كيضحكني لدابا وعزيز عليا، وكنشوفو مسكين تيبقى فيا ربما ما عندوش امكانيات على حساب اللي جات بعد. فهمتيني ولا لا؟ بعد فعلاش هذوك الناس حتى هما خصهم واحد. والاخرين هذوك اللي ما كيستحقوش واخا هكذاك خاصك تنتظر معاهم القانون، لان القانون كيدير هذيك المأذونيه كتنتهي. وداك الشيء داك النظام ديال النقل خاصك دير له نظام جديد. السي رباح راه خدام على هذا الشيء، وقال لي بديت السي عبد الاله النقل السياحي حيدوا من الاشكاليات، النقل ديال المدارس حيدوا من الاشكاليات، النقل ديال البوادي اللي كيتسمى النقل المزدوج قريب.
فالاصلاح استاذ واحد العمليات تاخذ وقت. ملي كتجي تصلح ماشي بعيد دير غلط. انا نقولها لك السي الزيدي، انا عبد الاله بن كيران رئيس الحكومه معرض ندير اخطاء، يقينا درت اخطاء، وتاكد غنعاود ندير شي بركه من هنا للمستقبل، واطلب الله تخرج العاقبه بسلام. يلا السلام عليكم. شكرا.